مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتوافد العديد من المواطنين على اقتناء المواشي أو السؤال عن سعر بيعها في السوق. وفي مشهد يعكس واقع العديد من المربيين في الأسواق الشعبية، عبر أحد الموالين في سوق برقيقة التابع لولاية تبازة عن استيائه الشديد من بعض الزبائن الذين يحاولون شراء المواشي بأسعار منخفضة دون مراعاة حجم الجهد والتكاليف التي يتحملها المربي. وأوضح أن تربية المواشي ليست بالأمر السهل، بل هي عمل يومي شاق تشارك فيه العائلة بأكملها، من إطعام ورعاية وعلاج إلى نقل وبيع في السوق، وسط تحديات كبيرة مثل الأمراض وتقلب الأسعار على حد تعبيره. وأشار إلى أن الأسعار الحالية في سوق المواشي متوسطة وليست بالأسعار المرتفعة وفق تعبيره، حيث تتراوح بين 8 و10 ملايين سنتيم حسب الجودة والسوق، مؤكدا أن هامش الربح ضعيف وأنه يبيع بثمن عادل فقط ليستمر في هذا النشاط. كما شدد على أن من يظن أن الأسعار مرتفعة لا يدرك حجم المعاناة خلف كل رأس غنم، داعيا إلى تقدير تعب المربين أيضا بدل المساومة المفرطة. وفي هذا السياق تشكيات عديدة من المواطنين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وحتى في الواقع في أسواق المواشي التي قامت بزيارتها بعض وسائل الإعلام المعروفة من ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى. ويبقى السؤال: هل أن أسعار المواشي الحالية عادية أم أن المربين يبالغون في التسعير؟ نصل معكم مشاهدينا إلى ختام هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام. شاركوني بتعليقاتكم وآرائكم في قسم التعليقات.